انسي بقى اي طريقه كنت بتعملي بقى كبده الفراخ، وتعالي بقى اعملي الطريقه دي بجد فعلا. مش هتصدقي ابدا ابدا ان هي كبده طيور او كبده فراخ. طريقه حلوه يا جماعه جدا جدا، وسهله وبسيطه قوي قوي. تمام. ده كان حوالي نص كيلو من كبده الفراخ، ودي كانت واحده كبده من كبده الديك الرومي. تمام، شايفه كانت حجمها كبير مختلفه كمان عنهم. يعني دي كانت كبده ديك رومي واحده كبيره معاهم، والباقي كان كبده فراخ. همسكهم بقى اقطعهم بالطريقه اللي انت شايفاهم دي كده. شايفه التقطيع مش هيختلف ابدا ابدا عن تقطيع الكبده الاسكندراني او الكبده البلدي. افضل بكتير يا جماعه من اي كبده متلجه احنا مش عارفين مصدرها ايه او مذبوحه ازاي، لكن دي طازه وحلوه ومفيده جدا جدا وقيمتها الغذائيه عاليه قوي قوي. هنجيبها وهنغسلها كويس جدا وهقطعها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده بالمقص. لازم بالمقص او بسكينه حاميه جدا جدا عشان ما تتهريش معاكي. تمام. هجيب بقى معايا حوالي 10 فصوص من الثوم، وقرن فلفل حامي كده لو بتحبيه، وهطحنهم كويس جدا جدا وهحطهم على الكبده. وهحط كمان نص معلقه كمون ومعلقه فلفل اسود وشويه من 7 بهارات، بس كده. وكمان معلقه من الخل، والملح بتاعي هظبطه، واقلب بقى التتبيله دي كويس جدا جدا. وبعد كده هسيبهم حوالي من نص ساعه لربع ساعه كده. يعني من ربع ساعه لنص ساعه، مش اكتر من كده. بس وخلاص كده. لو عايزه تسيبيهم شويه سيبيهم كمان، بس انا سبتهم الوقت ده بس كده وخلاص. هجيب بقى معايا فلفل الوان لو موجود عندي. لو مش موجود ممكن تعملي زي ما انا عملت كده. ده فلفل كوبي، الفلفل الكوبي اللي هو الفلفل المدور. هقطعه كويس كده قطع رفيعه وايه. بس وخلاص. هجيب بقى كمان معلقه من اللي هي يا جماعه لو متوفره عندك هتبقى حلوه جدا جدا، او معلقه من الدهنه برضو لو متوفر. مش متوفره حطي معلقه كبيره من السمن. تمام. وعليها كمان معلقتين من الزيت. بس وخلاص كده، على نار بقى عاليه كويسه كده، نار كويسه تكون نار عاليه جدا جدا. هنزل بقى طبعا بعد السمنه او الماده الدهنيه ما تسخن معايا كويس قوي. هنزل بالكبده كده عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. تمام. وهبدا بقى كده اقلبها. وبعد لما تنزل اي سوائل فيها، اي سوائل فيها، ما يكونش فيها اي سوائل زي ما انت شايفه كده، مفيش غير الماده الدهنيه بس هي اللي في الصينيه. هنزل بقى بالفلفل عشان الفلفل ما يمتصش اي زفاره من الكبده، وتبقى طعم الكبده حلو وما يبقاش اي خضار فيها طعمه زفر. تمام. بس هتبقى بقى بالشكل ده كده، محدش هيصدق ابدا ابدا ان دي كبده فراخ او كبده، ابدا ان هي بتاعه طيور. كل اللي هيشوفها هيفكرها ان هي كبده بتاعه كبده بلدي، بلدي بلدي كمان. وحلوه قوي قوي، وطعمها وريحتها كانت قلب الدنيا. جربوها يا جماعه بالطريقه دي، بجد فعلا حلوه حلوه وتستاهل التجربه. يلا بقى، لو اول مره بتتفرجي عليا ووصلت معايا لحد هنا، ما تنسينيش باللايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب، ورمضان كريم عليكم وعلى المسلمين جميعا.